السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراحات جديده. اليوم ان شاء الله نختار عليكم جوج اقتراحات كالعاده. كيكه بيضه واحده بكريمه ديال الكوك وبكريمه كذلك ديال المندرين، وقتو هذا نستغلوه في الوصفات. صراحه كيكه كتجي زوينه بزاف بزاف واقتصاديه بواحد المكونات اللي بساطين، وكذلك نقترح عليكم خبيزات معمرين بحشوه اقتصاديه ولذيذه وكيجيو لذاذين وكيجيو تبارك الله ما شاء الله كميه اللي وفيره. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وندوزو للطريقه والمقادير. اول حاجه نبدا معكم اول حاجه عندي هنا كنضيف فيه قبيصه ديال الملح، عندي بيضه، كنضيف نص كاس ديال السكر سنيده، وكنطرب الكل مزيان على هذه الطريقه هذه. شاصه الفاني ما بانتش في الفيديو. وعندي نص كاس ديال الزيت كذلك كنضيفو على المكونات، كنرجع نطرب مزيان، كنضيف نص كاس ديال الحليب، كنرجع نخلط الكل مزيان ونضيف الدقيق. كنضيف الكاس الاول وكنضيف خميره الكيماويه او الخميره الحلويات من وزن 8 غرام، وكنخلط بالطراب اليدوي كما كتشوفوا. الخليط ديالنا راه مازال خفيف، غنزيد نص كاس ديال الدقيق دائما بعبر كاس ديال العنبه، كنرجع نخلط مزيان. الخليط ديالنا ما خاصوش يكون ثقيل بزاف وكذلك ما خاصوش يكون خفيف بزاف. كما معودكم في الفيديوهات اللي قبل دائما كنكتبوا رقم 8 بدون ما كتقطع معنا العجين او الخليط. هنا درت انا في هذا السيركل هذا درت الباب الومنيوم من تحت، يمكن لكم ديروا في اي مول هو يكون كيتحل من الجناب باش كيجيكم ساهل ملي كديروا فيه الكريمه وكتبغيو تحيدوه كيتحيد معكم بكل سهوله. المهم انا قديتها من الجوانب، ندخلها الفران اللي بارد النار اللي مهيله. بالنسبه للفران ديال الغاز طيبت الفران ديال الغاز شعل عليه من التحت النار اللي مهيله حتى كتحمر تماما، وكتبدا تحمر من الفوق عاد كنهبطها لتحت كتاخذ داك اللون وكنخرجها على هادشي. المهم كما شفتوا حيدت لها البابي اليوم بكل سهوله ما كتلصق معنا ما والو. قلبتها درت لها التحتاني ديالها هو من الفوق ونسقيها بواحد نص كاس ديال الحليب. صراحه كتجي خفيفه بزاف. انا صراحه سقيتها وجات عاد يعني خفيفه بزاف، يعني من الاحسن بلا ما تسقيوها. يعني الكيكه ديالنا كتجي خفيفه بلا ما تسقى. انا صراحه ما موالفاش كنسقيها، وهاد المره هذه بغيت نتفنن ساعه جات الكيكه شي شويه بحال اللي فازقه بزاف. المهم الاحسن بلا ما تسقيوها. خليتها جانبا تشرب. جبت كاسرونه ضفت فيها نص لتر ديال الحليب، ضفت فيها 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وضفت معلقه كبيره ديال النشا وجوج معالق ديال الدقيق. يعني كندير انا نشا ما بقاليش، درت معلقه كبيره ديال النشا عمره مزيان وجوج معالق ديال الدقيق، ودرت معلقه ديال الكوك. هذا الكوك كيعطيني المذاق لهاد الكريمه. العشاق ديال الكوك كتجي رائعه، كتجي كريمه بواحد اللوغو بواحد الطعم اللي رائع بزاف. المهم هنا خلطت مزيان ونضيفها على فوق النار اللي مهيله مع الاستمرار في التحريك بالطريقه العاديه اللي كيما موالفه كنحضر معكم الكريمه حتى كتعقد كيولي القوام ديالها هو هذا. صافي مباشره كنكبوها من فوق الكيك ديالنا. صافي هنا غنكبها ونخليها جانبا تقريبا واحد 4 ساعات حتى كتنشف تماما من الفوق. وعاد كندوز نحضر الطبقه الثالثه لان نحتاج لها 2 كيسان ديال عصير البرتقال ولا المندرين. دابا راه متوفر. ضفت 2 معالق كبار السكر سنيده ومعلقه ونص ديال الدقيق. يعني كما قلت لكم كنشاو ولا كريم باتيسير ديروه. دائما انا كنخدم اللي عندي واللي موجود واللي متوفر. ضفتها فوق النار مع الاستمرار في التحريك حتى كيولي القوام ديالها هو هذا. صافي عاد كنكبها من فوق الطبقه الكريمه ديالي الثانيه، وكندير ملعقه وكنكب فوق الملعقه باش ما يتكونليش شي ثقب في الكريمه اللي من التحت. صافي هنا هذه هي الكيكه ديالنا اولا الطورطه ديالنا كنخليها جانبا حتى كتبرد تماما. عاد كنقدمها حيت لنا داك السيركل زينتها بداك 3 القطع ديال المندرين. من درتهم صراحه طلقوا داك العصير ديالهم وجاو من الفوق بحال اللي فازقين. المهم زينت لها جوانب ديالها بالكوك لان الكريمه اللي من التحت راه ديال الكوك. كتقدميها بالصحه والراحه، كتجي صراحه زوينه بزاف كتجي لذيذه. المذاق ديال الكوك مع المذاق ديال البرتقال راه كيتواتاو بزاف واقتصاديه كما شفتوا بيضه واحده فقط. الكريمه ديالنا حتى هي اقتصاديه. المندرين دابا راه متوفر. هنا قطعت معكم قطعه باش تشوفوا القوام ديالها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتردوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. ودابا ندوزو للطريقه ديال على بركه الله. اول حاجه العجين عندي زلافه ونص ديال الدقيق الفرص رطب، وعندي نص زلافه ديال الفينو، عندي معلقه كبيره ما عمرت ديال الخميره ديال الخبز، عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي تقريبا ربع كاس ديال الزيت والقياس ديال الملح تقريبا معلقه صغيره. وصافي كنعجن بالماء دافي. كنجمع العجين ديالي على هاد الطريقه هذه. العجينه ديالنا ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه بزاف. المهم كندلكها ضروري ندلكها حيت فيها الخميره ما غاديش نخليها ترتاح بزاف. صافي كندلكها مزيان العجين ديالي حتى كتولي الملمس ديالها كتولي رطبه وما كتبقاش تلتصق في اليدين. المهم كما كتشوفوا راني دلكتها مزيان. هذا هو القوام ديالها. صافي كنديرها في بلاستيك ونخليها وندوزو نحضروا الحشو.
عندي جوج ديال البصلات متوسطين مقطعين قطع صغيره، فلافل الوان وخيزو محكوكه حبه وحده، وطريف ديال المكور حتى هو قطعته قطع صغيره، ضفت له شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت، وكنديرهم فوق البوطه فوق النار اللي مهيله، وكنخليهم وكنحركهم وكنخليهم حتى كيطلقوا داك الماء ديالهم مزيان وكيدبالوا. كما كتشوفوا عاد كنضيف لهم التوابل كما كتشوفوا في لا فيديو، وكنضيف قليل من الكفته. الكفته كتبقى اختياريه، ديروا كفته صدر ديال الدجاج، علبه ديال الطون. المهم كنحرك الكل على هذه الطريقه، كنخليهم حتى كيطيبوا مزيان وكيبقى ما كينشفوا من الماء نهائيا، كتبقى غير داك الزويته صافي. وكنطفي عليهم البوطه نخليهم يبردوا، كندوز نشكل العجين ديالي الى كويرات. انا صراحه درتهم صغيورين لان بغيت الخبيزات ديالي يجيوني صغيورين، ما بغيتهم يجيو شويه متوسطين ولا كبار ديروهم صافي. هنا قطعتهم قطع صغيره كامله داك العجين اللي عندي، وبديت كنشكل فيهم. كنطلق اول واحده على هذه الطريقه هذه، وكندير فيها ملعقه ديال الحشو وكنجمعها على هذه الطريقه. جمعوا البنات مزيان، انا صراحه بعد شي وحدين تحلوا لي ملي كانوا كيطيبوا، المهم ضغطوا عليهم مزيان بركو صافي. نستمر بنفس الكيفيه، كنطلق حبه ديال واحده فوق السطح ديال العمل، كندير فيها ملعقه ديال الحشو وكنجمع لها الجوانب ديالها مزيان وصافي. كنخليها ترتاح وكنشكلهم كاملين بنفس الطريقه حتى كنعمرهم كاملين. عاد كندوز كنبسط واحد العدد على حسب المقله شحال تهز لي من حبه. المقله ديالي درتها فوق النار كتسخن، نار اللي متوسطه، وكنبدا نطيبهم صافي. كنطيب النار كما قلت لكم متوسطه، ما كندير لا المقله لا والو صافي. مباشره كنشوفهم راه بداو كيتحمروا، كنقلبهم وكنبقى ندور فيهم شويه بشويه حتى كياخذوا داك التحميره وياخذوا داك اللون مذهب. صراحه كيجيو اقتصاديين زويونين وتبارك الله ما شاء الله. كتجي كميه اللي وافره وكتوجديها واحد الوقت اللي وجيز جدا صافي. هنا بعد ما كملت الكميه ديالي كامله بالطياب، هذه هي الكميه. كيجيو زويونين ساهلين سريعين صراحه. هكا الكوتي ملي كيجيو وليدات من المدرسه في العشيه كديري منهم كوتي، منهم عشاء مع حريره مع شوربه، كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. الا عجبوكم ما تبخلوش الاراء ديالكم في التعليق. لاول مره كيشوف الصفحه ما يبخلش طبيعه الحال اللي عجباتو يشترك فيها. وهنا وريتها لكم عن قرب كيجيو دايرين، كيجيو صراحه زوينين. وداك السميده اللي من تجيو تشكلوهم رشوا شويه ديال السميده باش كيجيو مسمدين، كيجيو زوينين بزاف. المهم كنتمنى يعجبكم. هنا غنقسم معكم وحيده باش تشوفوا كيجيو كذلك من الداخل دايرين. كيجيو صراحه طايبين. النار البنات كما قلت لكم تكون غير متوسطه وخليهم يطيبوا على خاطرهم، كيجيو لذاذين بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. الفيديو ديالنا وصلنا ديالو، نضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي، وبسلام عليكم.